هاي جايز، فيديو النهارده هيكون هاخدكم فلوج يومي في اول يوم في المراجعات. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير وشعارات ويلا نبدا. ثواني بس. فاول سؤال هيجي في دماغكم، يا انجي انت خلصتي المتراكم اللي عليكي كله؟ لا مش كله، مش كله، قديم بقول لهم مش كله، بس خلصت حاجات كتير. تمام. طيب انت هتبداي مراجعات ليه؟ المدرسين كلهم بداوا، يعني ما فيش وقت خلاص، هما كلهم بدأوا، هما كمان كانوا مزنوقين في المنهج بتاعنا، فانا كمان هتزنق في المراجعة. مش عايزه اتزنق في المراجعات بسرعه عشان المراجعات بتبقى طويله قوي. فالنهارده هيبقى اول يوم في المراجعات. زي ما قلت في مواد كروتها، في مواد اصلا بس يعني ماشي، كله هيتلم في المراجعات باذن ربنا ان شاء الله. يعني الحمد لله المنهج حنن علينا شويه، مع ان المفروض يتحذف منه، بس ملناش دعوه. انت يا انجي صحي الساعه كام؟ صحي الساعه 10 ونص او 11. صحيت، فطرت، غسلت وشي، عملت السكين كير، كل دوت. دلوقتي انا يومي بيبدا من دلوقتي. ليه بقى؟ عندنا حاجتين قبل ما انزل درس. النهارده الجمعه اللي مش عارف، فالنهارده انا عندي درس رياضه. فاول حاجه، اول مهمه ان انا ارتب الاوضه عشان ما اجيش من بره تبقى مش عارفه متوسخه وما يبقاش عندي طاقه ومش قادره. وتاني حاجه وهي ان انا اكتب التودو ليست، عشان التودو ليست دي اللي هتخليني بعد ما اجي من الدرس ابدا على طول واكون عارفه انا جايه لايه. فيلا نبدا باول حاجه، ان انا انضف الاوضه. فيا جماعه دي اوضتنا المتواضعه جدا، ودي انجلينا اللي بتستخبى. فهنبدا هنرتبها ترتيب سريع كده، مش اللي هو على سنجة 10 ده. يا جماعه فتحت الشباك والحمد لله الدنيا اترتبت ترتيب سريع. دي الحاجه اللي هاخدها معايا الدرس. دلوقتي انا هبدا اجهز للدرس عشان فاضل تلت ساعه واكون عند صحابي، وانا لسه ما اخترتش انا هلبس ايه، فبسرعه بقى نعمل سكابل على المرايه وبس كده. انا خلصت طبعا، هلبس الشوز بره. بس انا حاسه شكلي في واحده سته ابتدائي او في اولى اعدادي، مش عارفه، بالقرنين دول على راي بابا. فانا اتاخرت على صحابي، فجود باي بقى. خدنا اهم الكروت. انا جيت من الدرس، غيرت زي ما انتم شايفين كده وشربت لي حاجه، ودلوقتي تعالوا اقول لكم احنا خدنا ايه في الدرس. ففي الدرس النهارده خدنا درس التبادل والتوفيق. خطي وحش عشان كنت بكتب بسرعه، ذاكرته بالمره عشان اجي هنا احل. هو المستر كتب صفحات كتيره قوي، فيعني في جزء واكلاه بس تمام، يعني لسه فاكره. فاول حاجه اللي رحنا عشانها وهي مواعيد المراجعه بتاعت اولى وتانية ثانوي. المستر ادانا الثلاث كروت دول وقال محدش هيدخل اي مراجعه غير لما يبقى معاه الكارت ده اللي مكتوب فيه اسمه، اللي هو اللي فيه محاضرات والسنتر. قال محدش هيدخل من غير الكارت ده، وانا رايحه مخصوص عشان الكارت بصراحه. ودي مش هوريكم الكيو ار ده، حس المفروض بتاع التفاضل وحساب مثلثات. المستر قال اسمعوها، هي ساعه الا ربع كده مكمله المنهج عشان نلحق نخلص. قال اسمعوها النهارده بكره قبل الامتحانات براحتكم، بس اهم حاجه عشان الحل يعني. ودي المواعيد بتاعه المراجعه وبس كده. ده اللي خدناه في الدرس. فانا دلوقتي بعد ما كنت بقول ان انا هراجع على البحث والتطبيقيه، يعني هحل امتحان هنا وامتحان هنا دلوقتي، فانا هخلص اللي ورايا دوت. وكمان هحل على التباديل والتوفيق، هحل على اسمه ايه ده، على بتاع التطبيقيه. يعني هحل على التطبيقيه مثلا امتحان كده ولا حاجه او الاتنين، او اراجع مش عارفه. المهم ان هو يعني لازم اراجع ولازم احل. المستر قال ابداوا حلوا وراجعوا كده، فانا لازم اراجع واحل عشان الرياضه انا غبت فيها كتير جدا. يعني ما غبتش في اولى ولا في الترم الاول كده، يعني الترم ده يعني دب قلبي. فدلوقتي انا ما كتبتش التو ليست، مع اني قلت قبل ما انزل عايزه اكتب التو ليست، بس يعني خلاص خير. بس اهم حاجه قبل كده هروح اطلب كتاب الكيمياء ليا وصاحبتي، وكمان هفتح منصه الكيمياء عشان زي ما قلت هبدا مراجعات. امبارح المفروض اخلص باقي المنهج اللي عليا، بس عملت لي كوبايه قهوه. كوبايه الحبيبه، هي خفيفه عشان مش عايزه اسهر، هي خفيفه خالص. مش عارفه ايه اللي جاب المشبك ده هنا. فيا جماعه دي التو ليست بتاعتي. فاول حاجه انا هبدا بالمشتقه والتكامل الدوائر المثلثيه. مش قادره اكملها بصراحه. بعد كده اذاكرها واحل عليها. معانا الاستاذه مارتينا اللي انتوا بتقولوا هي بتروح فين، هي قاعده بتذاكر ايه؟ عشان بذاكر دراسات، عشان انا اصلا مراكمه دراسات.
يا جماعه اللي ما يعرفش الفرق ما بينه وما بين مرتها 3 سنين، هي في تانية اعدادي انا في تانية ثانوي، فهمتوا؟ فهروح ابدا في التدريس. عندنا 11 درس و4 وحدات، انت فاهمه يعني ايه؟ هي تقريبا ما شافتش منهج الفيزياء ولا الكيمياء بتاعنا بس تقريبا. انتوا كبار، انا صغننه. صغننه، ما هي نفس المده. فيا جماعه بعد ما قعدت عشان يا دوبك كتبت العنوان، لقيت ماما بترن عليا انجي حطي اكل يتعمل يعني وكده. حطيت الاكل، هو بيض، حطيت البيض يتسلق، بعد كده قمت رجعت بقى كتبت يا دوبك الكم 3 قوانين دول، وبكتب في الرابع بطني بتعمل صوت، انا عايزه اكل، انا جعانه. فدلوقتي هنروح نعمل بيض اومليت بالجبنه التركي او الجبنه الرومي، مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه بصراحه. ادي البيض مستنيه العيش يسخن، ودي انا دي المرايه مستنيه العيش يسخن، وده البيض. الجبنه هي اللي سايحه دي. هاكل وارجع لكم. خلصت سمعت ده. انا هراجع على التطبيقية سريع، مش هاخد حل التوفيق والتعديل والتباديل دوت. فعشان انا يعتبر ذاكرته النهارده وسمعته النهارده برضو، فاللي هو يا جماعه مش عارفه، حاسه ان هو فعلا محتاج يتاكد عليه، فهسيبه لبكره او لبعد بكره بالكتير، عشان او يوم 2 مثلا. فاول حاجه هبدا اراجع التطبيقيه مراجعه سريعه. انا لو فاكرين او لو مش فاكرين، انا كنت بكتب هنا كل حاجه، فانا بكتب هنا، فانا هراجع من هنا، وان شاء الله يعني تبقى كل حاجه مكتوبه، عشان انا غايبه كتير يعني كتير شويه. فهخلص مراجعه وابدا احل وارجع لكم. فيا جماعه انا رجعت تمام، وحليت محافظه القاهره، لكن ما حليتش محافظه الجيزه بصراحه. يعني انا حليت محافظه القاهره بس وسكت تمام. فالجيزه ما حليتهاش وما حليتش هنا. انا لو كنت بدات بالتوفيق والتباديل انا ما كنتش هخلص بجد. دول اصلا درسين، يعني درس ثواني هوريكم الكتاب. درس هنا مبدأ العد التباديل والتوفيق، يعني دول درسين يعني ب4 ساعات ب6 ساعات مثلا ماشي. ومحافظة الجيزة بصراحة كنت هعملها، بس انا بكرة عندي مراجعة دين، الكنيسة عاملة لنا مراجعة دين، تحضر القداس. بعد كده هنفطر مع بعض، بعد كده هناخد يعني المراجعة تمام. فانا بصراحة مش بنزل من البيت، والنهاردة منزلتش الكنيسة برضو، فهحضرها بكرة. وبس كده يا جماعه بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير وشارات، وبشكركم على كومنتاتكم السكر اللي زيكم بجد. وباي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي.